انا تقريبا جربت كل انواع البيزنسز، سواء كانت دروب شيبينج، سواء كانت تريدنج او مضاربه، سواء كانت اوفلاين بيزنس ان انا اصدر حاجات وكده. وخليني اقول لك ليه اصلا فكرت في موضوع ان انا ابدا بيزنس، والموضوع ده اكيد هيريليت مع ناس كتيره او هيبقى نفس التفكير بتاع ناس كتيره. تفكيري في البيزنس الاونلاين كان محاوله لايجاد شغف جديد. انا شغال مبرمج بقالي 11 سنه، وكنت بحاول ان انا ادور على حاجه تديني شغف جديد يطلعني من الروتين بتاع الوظيفه ما كانش فيها روتين كامل، لانك كمبرمج يعني بيبقى فيه شويه يعني تحدي في الشغل كل يوم وكده. بس كنت عايز الاقي حاجه جديده يكون بيزنس جديد، فما فكرتش في اي حاجه ليها علاقه بالبرمجه او بالتك او الكلام ده كله. فقلت ان انا هدخل في حاجه جديده تماما، فقلت الاونلاين بيزنس. وهدفي ما كانش مادي بحت، كان هدفي المادي سببه ان انا اقيم نجاحي، مدى نجاحي، نجحت في الحاجه دي ولا لا، فهيبقى في مقابل مادي ليها. ولكن انا ما كانش هدفي ان انا اعمل فلوس اللي هو اعمل $10,000 في الشهر ولا كده. بناء عليه بدات ان انا افكر في حاجات كتيره. قلت ان انا مثلا هوثق رحلتي في التريدنج، قلت ان انا هعمل دروب شيبينج، لحد ما فكرت ان انا اعمل مونوتايز للخبره بتاعتي او ان انا ابيع خبرتي. وكان فيديو تقريبا مش فاكر لمين، كان دانكو او حاجه زي كده، كان بيتكلم على موضوع الانفو برودكتس والبيع المعلومات والبيرسونال براند والكلام ده كله. وعارف اللي هو حاجه كده سمعت معايا، قلت طب انا ممكن اعمل الموضوع ده، لان انا عندي خبره طويله في المجال، وفي نفس الوقت مريت بكذا حاجه الناس ممكن تكون عايزه انها تمر بيها. خليني اقول لك ايه هو اصلا بيزنس بيع الخبرات. بيزنس بيع الخبرات باختصار هو ان انت بتنقل خبرتك للناس. حرفيا انت بتبيع خبرتك للشخص. هتبيعها له ازاي؟ بان انت بتبيع وقتك للشخص. فانت بتدخل معاه استشاره، بتفهمه ازاي يوصل لحاجه معينه. على سبيل المثال لو انت نجحت في امتحان فيزياء مثلا في الثانويه العامه، فانت بتدخل مع شخص استشاره بتفهمه ازاي نجحت في الامتحان ده. لو انت مثلا نجحت في ان انت تعين في شركه كبيره مثلا في ابل مثلا، او في اي شركه حتى شركه عاديه، في حد تاني عايز يشتغل فيها، فانت بتدخل معاه استشاره بتقول له انت عملت ايه عشان تحضر المقابله. مثلا نجحت في ان انت توصل لفورمه معينه، لجسم معين، فبتفهم الشخص من خلال الاستشاره ازاي قدرت ان انت توصل للجسم ده، لنسبه الدهون دي، دخلت بطوله وهكذا. فالموضوع ده كان مرضي نفسيا اولا، لان انا عندي حاجه بقدمها، حاجه الناس فعلا عايزاها، انا ما بنصبش على حد او ببيع الوهم للناس، فحسيت ان انا بقدم شيء مفيد. والحاجه التانية كان مرضي ماديا، لاني شايف مقابل مثلا باخد $50 في الساعه مثلا. ممكن يكون المبلغ ده مش اكتر حاجه، ولكن فكره اصلا ان انت جبت فلوس اونلاين من حد اول مره يشوفك، دي في حد ذاتها كانت حاجه يعني انجاز. هكلمكم كمان شويه عن ازاي اصلا تلاقي العملاء دي، او ازاي اصلا تخلي حد يحجز معاك استشاره وكده. خليني اقول لك انه البيزنس ده مش محتاج منك اي تكاليف. يعني انا لما جيت بدات ان انا اعمل محتوى، انا لا احتجت ان انا اطلع رخصه ان انا انشر فيديوهات على اليوتيوب، ما احتجتش ان انا اكلم حد او اخد اذن من حد، فما فيش اي تكاليف فيه خالص. انت لو هتدخل في اي بيزنس تاني اوفلاين او اونلاين هتحتاج نوع من الدخل. يعني في التريدنج مثلا او المضاربه انت محتاج مبلغ من المال علشان تضارب بيه. دروب شيبينج محتاج ان انت يكون عندك متجر الكتروني وما اعرفش ايه، ويب سايت والكلام ده كله. ولو انت كنت مثلا موجود في مصر، فانت محتاج ان انت يكون عندك سترايب اكونت، تفتح شركه وتدفع فلوس مش عارف ايه، فبتحتاج مصاريف. الفكره كمان في النوع ده من البيزنسز ان انت احيانا ما بتبقاش مقتنع باللي انت بتعمله. النوع مثلا الدروب شيبينج ان انت مش شايف المنتج قبل ما تبعته لحد. المضاربه نفسها برضو ممكن تكون حاجه مش مناسبه ليك، انت ممكن تكون عايز تتكلم، عايز تعبر عن افكارك. فلو انت عندك الحته بتاعه حب صناعه المحتوى، او ان انت تتكلم في الافكار اللي عندك او تشارك الخبرات اللي عندك مع الناس، فالبيزنس ده هيكون مناسب ليك جدا، وهو بيع الخبرات. السبب الاكبر اللي خلاني ان انا ادخل في بيزنس بيع الخبرات ان انا على مدار شغلي خلال 11 سنه انا شفت ناس كتير عندها خبره كبيره جدا ومحدش يعرف عنها اي شيء. في نفس الوقت انا بدخل اونلاين وبشوف الفيديوهات بتاعت اليوتيوب، بشوف ناس ما عندهاش اي خبره او بالكاد تكون عندها خبره وبتعمل اضعاف اللي بتعمله الاشخاص اللي عندها خبره اللي بتشتغل معايا. ليه؟ علشان عندهم ليفرج او الناس عارفاهم. فالحته دي برضو كانت حاجه نورت في دماغي. فاذا انت لو عندك ديستريبيوشن او عندك ليفرج، فانت ممكن تعمل فلوس اكتر. الموضوع مرتبط بقدرتك على توصيل المعلومه، او ان انت تبيع الحاجه لاكثر من شخص، فبالتالي الدخل بتاعك هيزيد. الموضوع بتاع بيزنس بيع خبرات كبر معايا اكتر، ان انا بدات افكر طب انا ليه ما علمش الناس اصلا انها تعمل حاجه زي كده. يعني انا بقدم ما زلت استشارات الهجره تك، وفي كذا حاجه تانية في البيزنس اونلاين كمان، حتى في الفتنس احيانا. في اي حاجه انا عندي خبره فيها بقدم فيها استشارات. بس فكرت طب الناس اللي هي عندها خبره بالفعل دي، اللي هي معاه في الشركه دي، اللي هو عنده 20 سنه خبره او كده، ده اصلا اعتقاده خطا عن المحتوى. هو فاكر ان المحتوى ده للناس فقط اللي هي بتعمل جولات على التيك توك، او بس للناس اللي بتقدم محتوى تافه. ما عندوش اصلا اعتقاد انه ممكن يحول حياه حد لو طلع اتكلم على منصه معينه، سواء كانت يوتيوب او غيرها. فقلت انا ليه ما اوجهش
عين الشخص ده ان هو يعمل حاجه زي كده. وقد كان بدانا برنامج اكسبرت تو بزنس في فبراير 2025، كان الحمد لله ناجح جدا، وقدرنا ان احنا نبني بزنسز لكذا حد. وفي ناس باعت اول بيعه ب $1500 زي محمد طارق، وفي ناس تانية باعت بيعات تانية سواء كانت استشارات او كورسات. فالموضوع وصل ان احنا قدرنا فعلا ان احنا نوجه عين ناس كتير عندها خبره انها ممكن تغير حياه حد وفي نفس الوقت تستفيد ماديا. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده، انت ازاي اصلا هتخلي حد ان هو يحجز معاك استشاره؟ الموضوع باختصار هو ان انت تظهر على السوشيال ميديا. انت عايز تخلي حد يحجز معاك استشاره، فببساطه انت لازم تظهر له. فهتظهر له فين؟ هتظهر له افضل حاجه اليوتيوب. اليوتيوب هو الكينج حتى الان، يعني افضل منصه مقاطع طويله، والمقاطع الطويله هي اللي بتبني ثقه مع الناس، مش الريلز ولا الشورتس ولا الكلام ده كله. حتى لو النوعيه دي من الفيديوهات اللي هي المقاطع القصيره جابت ملايين من المشاهدات، برضو الشخص مش هيعرفك. الشخص بس بيبقى بيشوف الريل عشان خاطر الهوك اللي انت عاملها او ايا كان، بس ما يعرفش انت مين، وصعب جدا ان هو يفتكرك. طبعا انت لازم تستغل المنصات بتاعه المقاطع القصيره زي التيك توك ويوتيوب شورتس وغيرها، ان انت تعمل محتوى يشد انتباه الناس، بس يكون عندك استراتيجي ان انت توجههم للمنصه بتاعه المقاطع الطويله. ففي اليوتيوب انت لازم تكون فاهم ازاي تكتب عنوان بشكل كويس، ازاي تكتب نص بشكل كويس، ازاي تعمل كونفرت للشخص، ايه المواضيع اصلا اللي تتكلم فيها، لانك ما ينفعش تتكلم في اي موضوع. انت المفروض تتكلم في مواضيع بتقدم فيها استشاره، انت عايز تجذب العميل المثالي. وهنا بنيجي لنقطه ان انت اصلا مين هو عاملك المثالي. انت مش عايز تجذب كل الناس، مش عايز كل الناس تحبك، لان لو كل الناس بتحبك مش هتبيع لحد. انت عايز توجه كلامك لنوعيه معينه من الناس. فبالتالي هنا بتيجي اهميه الكوبي رايتنج او الكتابه الاعلانيه، ان انت لازم تكون فاهم ازاي تكتب. بعد كده بقى لما حد بيشوفك بتبقى فاهم ازاي ان انت تاخد البيانات بتاعت الشخص ده، فبتدي له مثلا ليد ماجنت او مغناطيس مبيعات، ان انت بتدي له مثلا حاجه مجانيه، مايكرو اوفر زي ما بيقولوا عليه، او كورس مثلا في مقابل مثلا الايميل بتاعه او الموبايل بتاعه، وبعد كده بتتواصل معاه بطريقه معينه. الموضوع ده طويل جدا، يعني اتكلمت عليه في فيديوهات تانية ممكن تتفرجوا عليها، هتلاقيها موجوده في القناه اكيد. وكمان ده اللي احنا بنعلمه اصلا في البرنامج بتاعنا. يعني الفكره كلها ان انت بتبقى بتعمل محتوى بشكل استراتيجي، عايز الشخص نفسه يجي لك من الفيد بتاعت اليوتيوب بعد ما يضغط على العنوان الجذاب اللي انت عامله، يدخل يتفرج، يكون في هوك كويسه بتديله فاليو تخلي الشخص يثق فيك. ما بتبيعلوش حاجه في الفيديو في اغلب الوقت، لكن بتحاول تاخد بياناته. طبعا ده كله بشكل ايثيكال او بشكل اخلاقي، انت بتبيع له فعلا بشكل اخلاقي. وبعد كده بتحاول تتواصل معاه وبتحاول ان انت تقنعه بالمنتج بتاعك. الموضوع بسيط جدا، استراتيجيه بسيطه جدا، مفيش منتجات بتحطها في مخزن ولا بتحمل هم ان في عميل بيشتكي من المنتج بتاعك. موضوع بسيط جدا جدا. وانت عندك خبره سنتين 3 سنين، هو ده افضل بيزنس انت المفروض تعمله. حتى لو انت ما كنتش حابب المجال بتاعك قوي، فانت برضو منطقيا المفروض تبدا باللي معاك. انت ممكن تبدا من الصفر، بس انت قاعد على قفص ذهب. عارف اللي هو الخبره اللي عندك دي في ناس كتيره جدا جدا محتاجاها. الفكره كلها بقى ان انت ازاي تسوق الخبره دي. بس انا مش عايز اطول في الفيديو اكتر من كده عشان احنا صايمين ورمضان وبتاع، فقلت اعمل لكم فيديو كده سريع. رمضان كريم، واتمنى ليكم كل التوفيق وكل سنه وانتم طيبين. في فيديو هيظهر لك بعد ده في الموضوع بشكل مفصل، الرحله بقى كلها ممكن تتفرج عليه من هنا، واشوفكم على خير.